السلام عليكم. يا صباح الخيرات او مساء الخيرات على حسب الوقت اللي بتشوفوني فيه. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال يا رب. النهارده بقى يا جماعه معايا فيديو اول مره على القناه اعملها، حتى القناه القديمه برضه ما عملتش الفيديو ده قبل كده، اللي هو روتين عند اختي. اول مره اروح عند اختي واعمل روتين كده معاكم. قلت بقى ايه يعني، من زمان ما صورتش وتغيير بقى، تغيير في الروتين. طبعا اللي عدى ده كان كوبري نافورو، الكوبري بتاعنا. وهنا بقى ايه، دي طلخة كده اول ما دخلنا يعني عشان نروح المنصورة يعني. فبوريكم بس مقتطفات كده ايه من الطريق. والسمكة معانا اهي، اسماء القمر. اسماء دي يا جماعة مش بنت اختي، اسماء دي بنتي دي، يعني بصوا ما اقدرش اروح في حتة من غيرها. دي قلبي وحياتي، كل مكان معايا كل مكان معايا. المهم يا جماعة احنا كده ايه، خلاص وصلنا، ايه وصلنا طلخة. هننزل من العربية، رحنا بقى كده فين؟ عند اختي. شايفين اختي فوق في الخامس. السمكة عمالة تجري ورايا تقول لي هاتي التليفون هاتي التليفون. الجو حر قوي على فكرة. هنا بقى بوريكم الشارع كده بالنهار كده. المنطقة اصلا جميلة راقية هادية جدا. مفيش بقى اي حاجة، تقعدوا هناك كده بصوا مملكة سلطنة قاعدين مبسوطين. هنا بقى ايه، باخد الشنط اللي في ايدي دي وبنطلع. واسماء برضو ايه واقفة معايا. هنا بقى يا جماعة بداية الروتين. انا بقى قلت لاختي ايه، قلت لها احنا هنتغدى النهارده فسيخ. شوفوا بقى الفيو من عند اختي عامل ازاي، تحفه تحفه قمر. احنا النهارده بقى ايه، هنتغدى فسيخ خلاص. فقلت لها بما ان احنا هنتغدى فسيخ وان احنا مش هنطبخ، خلاص ايه اما اصور عندك النهارده كده ايه واعمل روتين. قالت لي ايه اللي انت عاوزه اعمل ايه؟ فانا اللي هعمل انا بقى ايه الروتين النهارده بايدي، وانا اللي هروق بايدي. زي ما انتوا بقى ايه عارفين النظام بتاعي بقى كده. انا مش هعرف اجي النهارده معاكم عشان طبعا ايه الجو حر ولابسين براحتنا. المهم، هي بقى قعدت، انا روقت السرير وبكمل ترويق، فهي قعدت تطلع الصيفي والشتوي ومش عارفه ايه. ده اول روتين صيفي يعني، هي ما كانتش غيرت فرش الشتا لسه. هنا بقى البلكونه كانت، لو كنت شفتها كانت مصيبه، كانت مكركبه جدا. انا روقتها، ما جبتش معاكم بقى ترويقها. وقمت عامله لها البصل زي ما انتم شايفين كده، غطيت عليه بالكرتونه. والفسيخ اهوت. احنا وانا بشتري البصل لاختي، الراجل بتاع البصل قال لي ما تحطوش في الشمس عشان ما يبصش، ما تحطوش في بلكونه. بس ممكن لو عايز تحطيه غطي عليه بحاجه، بس مش عليه عشان ما يبصش. فانا عملت بقى الفكره دي. هنا بقى يا جماعه خلصت الاوضه زي ما انتم شايفينها كده. وبعدين قعدنا بقى بعد ما خلصتها، كنا جعانين بصراحه. قعدنا فتحنا الفسيخ وكلناه. بعد كده بقى قمت انا ايه قايمه مكمله. قمت بقى ايه خلصنا الاوضه الكبيره ودخلنا على ايه، على اوضه الاستاذه فريده، استاذه منى. هي اختي عندها اوضه اطفال كامله على بعضها، بس احنا ايه قسمنا على اوضتين عشان محمد يبقى الاوضه لوحده. بلم الحاجات بقى زي ما انتم شايفين. ووريكم بقى الملايه التانية اللي هتحط دي بقى، ما اتحطتش، جبنا الملايه دي. خلصنا فرشها كده. وكان هنا البصل بقى كنا جايبينه من تحت، حطيناه هنا قريب من، يعني مش قادرين نتنفس، فرميناه على الارض. الاوضه بقى خلاص كان هنا كركبها وقتها. خلصت بقى كنستها وهمسحها اهو. كل ده بايد يعني، ده انا ماسكه بايد وبصور بايد عشان ابني ما بيعرفش يصور. ابني ما بيصورني فضيحه يا جماعه. كل الحاجات اللي بحطها، القماشانات اللي بحطها دي من ابني، بيصورني بيجيب جسمي بيجيب ايدي مش عارفه ايه. فقلت له خليك. انا بقى كوبايه الحاجه الساعه بعد الفسيخ. كان فسيخ عالمي من عند ابو احمد الممتاز، فسيخ تحفه يا جماعه، مش مالح وسمين كده، كان حلو قوي قوي وسعره كان ممتاز بقى بجد يعني. هنا بقى خرجنا على ايه، على الصاله. احنا يا جماعه بصوا، كالعاده كل ستات البيوت بيخرجوا اللي في الاوضه في الصاله لحد ما يجوا للصلاه يروقوها. الصاله مكركبه ازاي. في ثانيه بقى دلوقتي، ثانيه الا ثانيه هنظبط الدنيا. محمد قاعد كان زعلان ومقموص. يا ابني بصلي، يا ابني كلمني، مقموص مش راضي يكلمني. هنا بقى خلصت الصلاة ايه، وبمسحها معاكم. خلصنا خلاص، مسحتها. مستنية ما نشفت وقمت فرشها زي ما انتم شايفين.
اهي جبتها كاملة عشان كان في حد قاعد على الكنبة مش راضي يقوم، قومتهم. هنا بقى نخش على اوضة ايه، اوضة محمد. هنا الاول بوريكم الباب، مش عارفة كنت بعمل ايه في بره. دي بقى اوضة محمد، وابني قاعد مقموص برضو في الأوضة. انا يا جماعة فرشت الملاية دي، وبعدين ايه اختي قالت لي لا ما تفرشيهاش، افرشي واحدة تانية عشان ايه محمد مش بيحب الملاية دي. قلت لها حاضر. فرشت له بقى الملاية التانية دي، ايوه دي. وظبطت بقى الدنيا هنا في الأوضة، خرجت كل حاجة بره كالعادة وظبطتها ومسحت. لازم المسحة دي. بنت اختي بتقول لي الله يسترك يا خالته. الله يخليكي يا خالته، جيتي عملتي ايه اللوك بتاع الصيف. هنا بقى ايه فرشنا، طبعا مسحت وفرشت ايه الحوض الصغيرة دي. هنا كده هي دي اوضه محمد بقى، اوضه الكمبيوتر بقى، واوضه يعني بيقعد فيها اكتر، طبعا مش اكتر وقت. عشته في الاوضه بتاعته دي. وانا كمان لما بروح هناك بنام في الاوضه دي، هي دي اوضه النوم عندي يعني. بصوا، بس في الشتاء. في الصيف الاوضه التانية متعه في النوم بقى، الشباك مفتوح بقى والهواء والجنه بصراحه. هنا بقى جينا على ايه، على المطبخ. بوريهولكم قبل برضو وبوريهولكم بعد. خلص المطبخ. هنا بقى يا جماعه احنا عايزين ايه نعمل، طبعا ما طبخناش ولا اي حاجه. فقلت لاختي لازم نعمل حاجه حلوه. هنا اللمبه دي كانت اتحرقت، يعني شوفوا انا النور ده بالتليفون. اللمبه كانت مطلعه عين ابويا، تقيد وتطفي تقيد وتطفي. قلت لها برضه هعمل. فانا عملت ايه بقى، قلت لها طب ما نعمل حاجه حلوه. كان عندنا ايه اهو كريم كراميل زي ما انتم شايفين، ماشي. ورحنا جبنا لبن من عند نيو دولي. ده في التقسيم ده احلى 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 لبن، بموت في اللبن بتاعه. بحب لبنه جدا، لبن بجد اللي هو الاصلي بقى، مش مغشوش ولا حاجه. فانا جبت ايه، جبت الكيلو اللبن ده، حطيت عليه كوبايتين ميه بصراحه. وعملت ايه بقى، وحطيت عليه 5 كوبايات كريم كراميل. وحطيت عليه شويه سكر. بس ما ربطش يا جماعه على فكره، يعني هو المفروض ان الكريم كراميل بيربط صح. اصل انا بعمل الجاز وحتى ما عملتش من زمان فمش فاكره. المهم انا ايه استريت ربط ما ربطش. قمت حاطه معاه 3 معالق نشا، وكمان معلقتين كريم كراميل كمان عشان ايه يزود الطعم. هنا بقى جبت بقى الكريم كراميل. طبعا انا مسحتها بعد اما قفلت الكاميرا. انا مسحتها، كنت في تنظيفه كده ومسحتها. شوف مش راضي يربط ابدا، مش راضي يربط. شايفين عماله يعني عماله اجيبه يمين وشمال مش راضي يربط. قمت اخر ما زهقت قمت جايبه النشا، حطيت 3 معالق نشا كده. وحطيت بعد كده برضو معاهم معلقتين كريم كراميل على فكره، زي ما انتم شايفين. بدأ يربط بقى اهو، شايفين. بعد كده بقى ايه جبت الكاسات دي وقمت ايه صبه الكريم كراميل. بنت اختي بتقولي انت ما عملتيش سكر ليه، كانت عايزاني اعمل في الارضيه سكر مكرمل. قلت لها بصي انا كفايه عليا كده. اعملي انت بقى المره الجايه. وخلاص. وعلى فكره وعملنا عشاء برضو، عملنا بطاطس وبتنجان وفلفل وحاجات كده بس ما جبناهاش. وتعشينا. هنا بقى كنا خلاص بقينا بالليل طبعا. فانا كنت غسلت بقى شويه هدوم حلوه كده، شغلنا الغساله ونشرتها ودخلت البلكونه كده اوريكم ايه الفيو بالليل. قمر قمر الفيو بالليل قمر. منطقة جميلة وهادية وراقية. وبصوا بقى هوا ساحر كده، تقفوا في البلكونة هوا ساحر كده، مش محتاجين مروحة. هنا بقى طريق العودة. احنا هنا بقى كنا خلاص جينا نابورو. خلاص كده دخلنا البلد اهو، وهننزل. وخلاص كده اليوم خلص، وكان يوم جميل قوي قوي قوي. انا اصلا من اسعد ايام، من احلى ايام اليوم اللي بقضيه عند اختي. بتمنى ان احنا نبقى مع بعض على طول، اصلا انا مش عايزه اسيبها ولا هي تسيبني. يومها بيبقى جميل، وانا بعشق اولادها وهما بيعشقوني. وهنا اليوم خلص. تصبحوا على خير واشوفكم على الف خير.